الدين وسامي محمد أبو زيد. والمباراة التاريخية التي تجمع منتخب الإمارات أمام منتخب الأرجنتين هي المباراة بالمناسبة رقم 11 التي تجمع الإمارات أمام منتخب من أمريكا الجنوبية. ما فزنا ولا مرة، عندنا 3 تعادلات فقط، عندنا 7 هزائم، ما سجلنا ولا هدف في مواجهاتنا أمام منتخبات أمريكا الجنوبية، واستقبلنا من الأهداف 21. فويث يلعب في فياريال، الفريق اللي قدم بالمناسبة مدرب منتخبنا الوطني في طبعا الحالي رودولفو أروى بارينا كان لاعبا. ضربة ركنية لمنتخب الإمارات، يا له من حضور وحضور مستمتع من كل الجنسيات، الإماراتي والأرجنتيني وعشاق كرة القدم وعشاق ميسي. والكرة من ضربة ركنية تلعب خطيرة لمنتخب الإمارات في الكرة الماضية. تعود الآن منتخب الإمارات، كرة طالت على أنخيل دي ماريا، كونيا وصلت في وسط الملعب، نقلت هنا عن طريق اللاعب فويث، خوان فويث الظهير الأيمن، وصلت إلى أنخيل دي ماريا. دي ماريا محاولة قائمة وعودة كل لاعبي منتخب الإمارات بالفانيلة الجديدة، كرة تلعب خطيرة للأرجنتين، ولكن برافو 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 شاهين عبد الرحمن في يوم ميلاده رقم 32 مواليد بطل كوبا أمريكا المرشح للمونديال مع ليونيل ميسي. هذه كرة تلعب خطيرة وللأمام، ولكن طالت على ليونيل ميسي، طالت على ليونيل ميسي، وصلت عند خالد عيسى. وشوف هو دائما هكذا في لحظات يشعرك ليونيل انه خارج نطاق المباراة، يفكر بعد ذلك في المساحات الشاغرة، وينجح دائما وينجح غالبا في انه يظهر العالم كل العالم. حلوة لمنتخب، حلوة منتخب الامارات، حلوة منتخب، حلوة 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 حلوة. الله الله يا ولد، الله يا عبد الله، يا حارب عبد الله سهيل، الله الله الله. زهير وخليل ومبارك ومحسن مصبح ودهم ينزلون يلعبون الان. كرة تلعب عالية وللامام بهذه الصورة، لكن وصلت الان الى عبد الله حمد الشاب اللي بالفعل بادوار تكتيكية ممتازة. كرة باتجاه علي سالمين، منتخب الامارات حتى الان بدون خوف بدون خوف بدون خوف باتجاه علي مبخوت، عندهم صورة ممتازة والكرة تلعب الله. لو مرت حلوة الفكرة يا علي، حلوة الفكرة يا علي، لكن الحذر 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 الحذر. ميسي يرسلها ويسجل. الأرجنتين تسجل الهدف الأول من الفارس. كانت لنا نعم، المحاولة الخطيرة كانت لنا، لكن من مرتدة نحن فتحنا الطريق، نحن طبعا المساحات الموجودة. و65 مباراة في مباراة اليوم، عنده 90 هدف، الهداف الأفضل لا شك في ذلك عبر كل التاريخ في منتخب الجانجو. محاولة قائمة الآن عن طريق دي ماريا، كرة تلعب بهذه الصورة والمحاولة مستمرة ولا زالت قائمة أيضا، والتسديدة، ولكن سنة أولى في الدوري الإنجليزي بأهدافه الغزيرة وبحضوره الكبير المرعب. هذه كرة لصالح الأرجنتين تلعب عالية، ابعاد، تسديد، الله الله. دي ماريا الجودة كما يجب ان تكون، الجودة الارجنتينية، لكنه لا زال شابا على مستوى العطاء. هذه التسديدة قوية طبعا، لا حلول امام خالد عيسى لان اللاعب مجهز نفسه صح، واقف صح، وايضا التكنيك على مستوى التسديد كان بالفعل بصورة راقية، وبالتالي الارجنتين تتقدم على منتخب الامارات. يناظر المرمى، شوف هذه النظرة مش لا، هو هذه يقيس المسافات، كل المسافات، ضربة حرة مباشرة تلعب ولكنها بعيدة على مرمى خالد عيسى في النقطة الماضية. طبعا الارجنتين المصنف الثالث عالميا بعد البرازيل وبعد بلجيكا، ومنتخب الامارات المصنف رقم 70 عالميا. هذا الشاب الصغير يقدم عمل كبير، لكن ايضا من علي مبخوت في الكرة الماضية. الان يتقدم كرة باتجاه ميسي، الكل يبحث عن ميسي، يريد الكل ان يسجل ميسي هدف رقم 91 على المستوى الدولي. كرة لعبت ونقلت وخطيرة وفرصة وهدف، هدف ثالث للارجنتين وانخيل دي ماريا كبيرة امام استراليا. لكن في بعض الفترات انت تحزن، انت تزعل انه كان بالامكان افضل مما كان. هذه محاولة، كرة تلعب الآن لصالح ميسي،
نقلات نقلات نقلات، دائما يفكرون في ميسي. مرور التسديد، الله الله، يسجل يسجل. وانا قلت تسجيل الاهداف عند ميسي مثل شرب الفناجيل، مثل نعم هدف رابع للارجنتين، هدف رابع وتكون بطل اسيا. لا مفروض خطيره، فرصه الماضيه، كره تبعد الان. نحن بدينا صح، بدينا بصوره جيده، لكن طبعا فوارق كبيره بعد ذلك. هذه الفوارق الان تجعل المنتخب الارجنتين متقدم ب4 اهداف كامله في الشوط الاول في مباراه اليوم. خطا لصالح كايو، واعتقد ان الشوط الاول سينتهي صافره من جانب حكم مباراه ابراهيم نور الدين. المباراه التي بدات في اول 17 دقيقه منتخب الامارات. هذه انطلاقه الان من جانب عبد الله حمد، وصلت لعبد الله رمضان، نقلت لمنتخب الامارات. في الكرة الماضية حارب عبد الله سيل، واحد من افضل لاعبتنا. الله الله، كان ممكن يدونها للتاريخ، كان ممكن يسجلها للتاريخ. كرة جميلة، خذ وهات، لكن حارب حارب حارب. الله الله الله، مرة أخرى. ومنتخب الإمارات، منتخب الإمارات نعم حارب في الأولى عبد الله رمضان، في الثانية شوف هذا الله، أمام العالم يقول هذا أنا، أمام العالم يقول هذا أنا. كرة قوية ورايحة في المقص، نعم. وكان ممكن طبعا يعرف بصوره جيده رودولفو الوبارينا، كان مدربه في نادي الوصل. كره بالكعب تلعب في الكره الماضيه، الضغط يكلفنا فقدان الكره الماضيه عند ميسي. في الكره الماضيه ايضا تعود الان لمنتخب الامارات عن طريق بالفعل تلعب عاليه من علي سالمين. محاوله لافضل افضل 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 لمنتخبنا عن طريق حارب عبد الله سهيل، حارب عبد الله سهيل. يا هي انطلاقة جميلة، ويهو أداء واثق من نفسه، والكرة تلعب بهذه الصورة نعم. ولكن تعود الآن من جانب في مباراة اليوم ضربة حرة مباشرة لمنتخب الإمارات. كرة تلعب عالية الآن وتصل سهلة جدا عند حارس المرمى العملاق طبعا مارتينيز إيميليانو، حارس مرمى نادي أستون فيلا، من عبد الله رمضان. الكرة الماضية مباراة الشوط الثاني الآن. الرياضة دائما أقول ذلك، الرياضة سفير متجول. الرياضة هي السفير اللي يوصلك بسرعة، السفير اللي يبرزك في العالم بصورة راقية جدا. ولذلك تنظيم الأحداث الرياضية وتنويع الأحداث الرياضية واستقطاب طبعا الفرق العالمية الكبيرة. هذه انطلاقة الآن للأمام، محاولة خطيرة والكرة، ونسجل في مرمانا. نحن اللي سجلنا اعتقد في مرمانا الهدف الخامس للمنتخب. يعني لعبة كورية بالمناسبة، الهدف الماضي الخامس 3 من لاعبتنا كانوا اقرب للكرة. محاولة من جانب الضنحاني، مرور جميل الله، حلوة هدف. اوهو، كان ممكن تسجل يا كايو، كان ممكن تسجل، لأن العمل كان حلو من خالد الضنحاني. مرور، استقبال جميل، مر بعد ذلك بصورة ممتازة بالفعل، وهي الله، لكن كان ممكن ياخذ المدافع، خذ المدافع. وكان بهذا المكان منتخب الإمارات. أحمد جميل حاول، لا زالت المحاولة إماراتية، قد يأتي بالعرضية، جاء بالعرضية والكرة تبعد بهذه الصورة. تعود لمنتخب الإمارات أيضا من أحمد جميل. ليما، حلوة تكمل. الله، كان ممكن جدا نسجل. لعبة ليما في الكرة الماضية. نحن نصل في الشوط الثاني بصورة ممتازة بالمناسبة. حلوة الكرة الماضية من كايو، لمسة حلوة، وكان سيء الحظ فيها بالفعل. اي نعم، شوف حارس المرمى ما عنده حلول اطلاقا، لان الكرة سليمة، العرضية سليمة. سامويل إيتو عندما كان لاعبا الكلمات لا تلعب في الملعب، لكن عندما اصبح رئيسا للاتحاد الكاميروني لكرة القدم هو يعني يناقض نفسه. هذه كرة فقدناها بهذه الصورة. احنا كثير اليوم نضيع كرات كانت لنا، وتسديده من جانب ميسي خارج ارضيته، خارج ارض الملعب.
ما قاله ايتو طبعا. بدر صالح اللي بالمناسبه قادنا امام منتخب البرازيل بعد اقاله اديموس الهولندي. كان المدرب الوطني كابتن بدر صالح في مباراة البرازيل الودية، وكانت بالمناسبة في نوفمبر 13 نوفمبر 2005. هذه كرة جميلة للأمام خطيرة أيضا، لكنها مرت ووصلت إلى ضربة مرمى. العمل يفرحك، العمل يسعدك. هذه كرة بالخطأ كانت من جانب عبد الله رمضان. تعود يا عبد الله رمضان مرة أخرى، كرة تعاد للخلف. تشعر ان لعيبه منتخبنا يودهم المباراه تنتهي الان. كره الله حلوه، حطها مره ثانيه، حطها هيا مره اخرى لمنتخب الامارات. التسديده لكن فرصه ما تضيع يا كايو. اي والله ما تضيع، لا ما تضيع. منتخب من امريكا الجنوبيه طبعا عبر كل التاريخ. هذه كره تلعب الان، والمحاولة لمنتخب الإمارات فيها محاولة المرور الآن عن طريق هيكل، عبد العزيز هيكل. كرة تلعب، إمكانية التسديد بعيدة كل البعد، لكن منتخبنا وصل. دائما يصنع جماله أولئك الذين يشاركون الاحتفال فيه، وكل من جاء اليوم جاء لأن يحتفل. نعم هي مناسبة. دقيقة واحدة فقط وقت محتسب بدل ضايع. 4 أهداف للأرجنتين في الشوط الأول، هدف وحيد في الشوط الثاني. نحن ضيعنا على الأقل هدفين. كرة تعود لصالح المنتخب الأرجنتيني، وتعاد لحارس المرمى مارتينيز. التشكيلة اللي خاضت فيها الأرجنتين الشوط الأول